لتوريط اليابان في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، علما بأن دولة اليابان لا تعترف بالكيان الوهمي لميليشيات البوليساريو، ولا توجه الدعوات لاجتماعات تيكاتسي وللدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وقد عمد القيادي الانفصالي إلى الدخول إلى قاعة الاجتماعات على أساس أنه من الوفد الجزائري، غير أنه وفور دخوله وجلوسه على طاولة الاجتماع أخرج يافطة من محفظته وكتب عليها اسم الجمهورية الوهمية في تندوف، وهو ما أثار احتجاج الوفد المغربي الذي رفض هذا الأمر وطالب بإزالة اليافطة قبل أن تتدخل الخارجية اليابانية التي أكدت على مسامع الحضور أنها لم توجه أي دعوة للبوليساريو للمشاركة في الاجتماع، وأنها لا توجه الدعوات سوى للدول المعترف بها أمميا.